قلب للقلب. ماشي عندي لك ولا دوران. حرام حرمه تطلق من عقدي بالثلاث اني ما انا كلف على ابو الكبير لاجل الموت الان، ولا يذبحوني يشلوني يحاكموني في التحرير يطلبوني صلب. انا اقول لك المنظومه السياسيه من فوق من عند الرئيس ميدان بالشاطئ لا تحت هي منظومه تمارس الفساد معلوله. نعم وانا اقول لك حقيقه، وهذه رساله اوجهها للرئيس المشير ميدان بالشاطئ، اقول له انت في احدى لقاءاتك تحدث بانه لا خير فينا اذا لم نرفع الظلم عن اي مواطن من ابناء الشعب اليمني. اليوم انت اصبحت مشارك في الظلم، وبالتالي هناك من القرارات اللي تصدرها للفاسدين من السرق واللصوص والقوادين. يعني ايش هذا الكلام؟ هذه خيانه لدماء الشهداء، خيانه لدماء الشهداء. اقول لك الله حرام حرمه، لا قاتل احنا يوم انا داخل صنعاء اقسم بايات الله قفزوا من سفينه عفاش الى سفينه انصار الله. ايش الكلام هذا؟ ومن ارذل مخلوقات الله، من ارذل مخلوقات الله بدون ادنى معيار، وعلى نفس عقليه تدفع حياتك ثمن، وانا من الذي كنت تدفع حياتي ثمن. من بعض المجاميع المحسوبين على انصار الله وعلى مستوى قيادات انا اقول لك، ومستعد عمل لي حلقه قلت لك بالمحور وانا بجيب لك بالاسماء وبالوثائق وبالشهود، خلني اروح في 60 داهيه خلاص تعبنا. دماء انا ما عادش احسن من دماء الشهداء. انت تتهم دحين، تتهم الشراكه، تتهم اطراف. يا اخي مشكلتنا مشكله كبيره في اليمن، مشكله يا اخي. نحن الان يتعاملوا معانا يا اخي نحن بدافع وطني ونحن السباقين في الدفاع. يعني اي واحد مدافع عن وطني يعني 50 سنه وعاد ما خرج من بطن امه، 50 سنه وعاد ما خرج من بطن امه. اصبحنا اليوم لا نمتلك ابسط مقومات الحياه، ويجي لك الان يصنفك انك جنوبي، لا يمكن ان تخفي. وانا رغم ان لا اذن من طين واذن من عجين، يتعاملوا متعمدين عكس توجيهات قائد الثوره. هل اقتنع فيه وعن قناعه مطلقه وتبريت الى الله من اي مذهب اخر. يعني مواقفك الوطنيه من 2015 هي السبب؟ يعني امس كان يا اخي الان معك من المشرفين من اكبر السرق. لاحظ معي معك اسمعني حتى على مستوى قيادات. انا اقول لك الان الخراب في المنظومه السياسيه الان على سبيل المثال، انا اوجه رساله للرئيس ميدان بالشاطئ، الا يعرف ان المجلس السياسي